روشتة الفطام. إن ما كانش كل يوم بيجيلي السؤال ده فهو يعني كل يومين. لو سمحتي يا دكتورة، عايزة أفطم ابني أو بنتي، وإيه أحسن طريقة للفطام؟ أحسن طريقة الفطام التدريجي. إنك تقللي الرضاعات واحدة واحدة، وتبتدي بأول واحدة الرضعة بتاعة النوم، لأنها أصعب واحدة، وتصالح البيبي الصبح ترجعي ترضعي تاني. بعد كده البيبي مع الأكل ويتشغل كده هيبطل ويقلل رضعة واحدة، رضعة المفروض تقللي الرضعة كل أسبوع. فبالصورة دي هتوصلي انك فطمتي البيبي من غير ما تتعبي نفسيته. بس الغالب ان الست بتيجي تقول لي انا هفطمه بكره، او فطمت اوريدي النهارده وصدري وجعني. هنعمل ايه؟ بناخد الدواء اللي بيقلل هرمون اللبن في الجسم علشان ما تبقاش الست تعبانه. بناخد ايه؟ في طبعا الدوستينكس، ده البراند، او ناخد جولينوتك، او ناخد النوستيفكس. هناخد دواء من التلاتة دول، هتاخدي نص قرص كل 12 ساعة لمدة يومين. الافضل ان انتي تبدأي مثلا هتفطمي بكرة الصبح، فتبتدي تاخدي القرص من النهاردة بالليل. لكن لو خلاص فاحسن من ان يبقى صدرك وجعك، هنبتدي ايه؟ انك تاخديه على طول طالما انتي فطمتي. ساعات بنحتاج ان احنا نكرر الجرعة دي بعد 5 ايام او اسبوع لو لسه صدرك وجعك. النقطة التانية المهمة ان احنا ناخد حاجة مضاد للتورم، فبندي مثلا زي الالفانترن، بناخد قرصين قبل الاكل 3 مرات. طب يا دكتورة مش عايزة اكل، مش مهم، كلمة قبل الاكل معناها على معدة فاضية. طيب ايه طريقة تانية ممكن تريحك؟ تعملي كمادات مية دافية. كمادات مية دافية ازاي؟ ان انت تجيبي قربة سخنة، تشيلي واحدة تحطي واحدة دافية، مش سخنة، كنت هكتب سخنة، مية دافية. حاجة التانية ان انت ممكن، في ستات بتجيب ورق كرنب وتحطه في التلاجة، وبيقولوا ان هو حاجة كويسة، الستات اللي جربتها بتقول حاجة لطيفة وبتريح الصدر جدا. يا رب اكون فدتكم، وهستنى اسئلتكم وهرد عليها في الكومنتات.